بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تكر الأيام والليالي وينقضي العمر ولا ينتبه المرء من لعب الصبا إلا وقد أثقلته أعباء الكهولة، ولا يودع أيام الشباب حتى تحني الشيخوخة ظهره ثم يأتيه الأجل المحتوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أفليس جديرا بنا في أيام رمضان أن نقف قليلا للمحاسبة، نحاسب أنفسنا ونراجع ما مضى منا ونزنه بميزان الشرع؟ يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. الوقت يمضي وأنت أيضا تمضي نحو أجلك، فاستفد من وقتك لتكون من المفلحين. عد إلى الله جل وعلا، واعلم بأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. اللهم ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.